ده أحلى حواوشي أكله من فترة كبيرة، جربته في مكان مش مشهور بس على كيفك، وبيعملوا الحواوشي بكذا طريقة، السادة والاسكندراني ووش بيتزا، وعندهم كمان ميكسات، وفي عرض في آخر الفيديو هيعجبكم قوي. المكان ده اسمه حواوشي أند كفتة، موجود عند سور نادي الحرس الجمهوري اللي ورا عمارة العبور على طول. الناس دي بتستخدم اللحمة الضاني البرقي. الحواوشي وش بيتزا ده لازم تجربوه، معمول في عجينة شبه الحواوشي الاسكندراني، وبياخد من فوق الوش موتزاريلا مع فلفل رومي وصدور فراخ على الجريل، اللي بالمناسبة طعمها كان جامد قوي، والميكس ده على بعضه لازم تجربوه. جربت كمان الحواوشي الاسكندراني، معمول في عجينه ومحشي لحمه مفرومه وواخد من فوق الوش شويه سمسم، وهتحسوا قد ايه اللحمه كواليتي عالي قوي. في حاجه في المنيو اسمها ار بي جي، وده بيكون رغيف حواوشي محشي جبنه موتزاريلا وبسطرمه مع صوص شيدر، وده عايز واحد اكيل عشان يخلصه. مشكلتي الوحيده معاه ان البسطرمه كانت بتشد شويه. لقيت عندهم في المنيو مشويات، جربت الكفته والطرب وشيش طاووق مع واحد حواوشي ساده. الكفته حلوه قوي هتعجبكم. الطرب ما عجبنيش لان المنديل كان رفيع، احب يكون المنديل اتخن من كده شويه. الشيش طاووق حلو قوي وتتبيلته ممتازه. الحواوشي الساده كان حلو قوي، ومن طعمه هتعرف ان اللحمه ضاني برقي فعلا مش اي كلام. وبالنسبه للعرض اللي قلت لكم عليه، فهو لمده 10 ايام، لو طلبت اي اوردر من الساعه 10 الصبح للساعه 1 الظهر هتاخد واحد زيه ببلاش. يلا اعمل سيف للفيديو ومنشن صاحبك اللي هيشير معاك في العرض ده، وما تنساش تعمل لي فولو.